السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نعمل باب زي ده كده. بيفتح ويقفل من غير سكريبتات، وسهل أوي يعني أي حد يقدر يعمله. أول حاجة هنجيب هنعمل الباب، وهنعمل جنبه يعني لازم يبقى فيه بارت جنبه أو حاجة جنبه يمسك فيها. مثلا أنت شايف هنا أنا عامله بفريم، وهنا عامله بالبارت بس اللي هو جنبه، فأنت لازم يبقى فيه بارت كده جنبه عشان الباب يلف حواليه. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما عملنا الباب هيبقى عندنا جزئين بالشكل ده. خلينا بس نلون الحتة دي كده باللون الأسود مثلا عشان نعرف نفرق بينهم، ونخلي مثلا الباب باللون برضو البني، ونخلي الماتيريال بتاعته خشب زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنروح على الموديل، وهنعمل كرييت عشان نجيب الهنج الأول. بس احنا هنحرك الباب، فهنروح على الموديل وهنعمل الموف دي، هنخليها صح، وهنحرك الباب حركة واحدة أو اتنين. يعني لو أنت مش عارف الموف اللي احنا فعلناها دي بتعمل إيه، فهي بتخليك مثلا تحرك الباب بكمية معينة، إنما دلوقتي بص احنا قفلناها فاتحرك، اتحرك بسهولة عادي. إنما دلوقتي احنا هنفعلها وهنحركه مثلا اتنين عشان نعرف نحط الهنج. هنروح بقى على كرييت، وهنختار برضو هنا الهنج، وهنحطها كده في نص. هنحط بس في الأول أهم حاجة في الفريم أو في البتاع اللي احنا عملناه ده، وبعدين هنحط قصادها في الباب زي ما انتم شايفين كده. فهيبقى عندنا هنا في الباب ده هنج، و... في الفريم برضو، في الفريم اللي هو هنا ده هيبقى عندنا برضو هنج وهنج كونسترينت. فاحنا هنروح للهنج كونسترينت دي، هنروح على الإعدادات بتاعتها، وهنغير الليميتس عشان الباب ما يلفش حوالين نفسه 360 درجة، يبقى ليه حد معين يفتح عنده وحد يقفل عنده برضه. فزي ما انتم شايفين دلوقتي هتلاقي الهنج، هتلاقي ليميتس هتفعلها، وهتخلي دي 90، وهتخلي التالتة دي سالب 90، بحيث ان هو يفتح 90 درجة، ويفتح الناحية التانية برضه 90 درجة. بعد كده هنروح على هنج، وهنخلي السهم الأصفر ده هنخليه باصص لفوق. فاحنا هنلفه كده وهنخليه باصص لفوق زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنرجع الباب عادي، وهنخش بقى نجربه دلوقتي. اهو زي ما انتم شايفين كده هنروح نجربه دلوقتي. فزي ما انتم شايفين هو فتح معانا، بس بيعلق شوية. التعليق ده لو احنا استنينا دقيقة بس هيروح، لأن هو التعليق ده بيبقى شايف زي ما انتم شايفين كده في كل الأبواب. آه، عشان روبلوكس لسه بتحمل، فروبلوكس لما تحمل مش هيعلق، هيشتغل عادي. اهو زي ما انتم شايفين كده التعليق مشي لما استنيت شويه بس. وبرضه ده الباب اللي احنا لسه عاملينه اهو شغال، وكمان بيفتحش 360 درجه وبيعلقش. فبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، وتقول لي اعمل ايه الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.